اهلا بحضراتكم من جديد. بنجدد التحيه بيكم دايما وبنرحب بضيفنا الكريم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام سالم مدير تحرير الاتحاد الاماراتيه السابق. اهلا بك يا استاذ عصام. اهلا بك يا كابتن منى، واهلا بكل مشاهديك وكل شهر وانت طيب. وحضرتك طيب. نبدا بفريده عثمان عشان هذه لابد ان تاخذ حقها، يعني مش الحكايه بس اكرمها واديها شهاده ودرع والحمد لله على كده انا كرمت فريده، لكن هي قالت كلمة مهمة جدا النهاردة أثناء حديثها لوسائل الإعلام في حفل تكريمها. قالت أنتوا بتعرفوا خلاص أنه هؤلاء اللاعبين اللي مش واخدين حقهم من الاهتمام عملوا نتيجة، نتمنى أنكم تهتموا بيهم. وقالت نتمنى أنه يحصل الاهتمام قبل الإنجاز مش بعد الإنجاز. جميل، هو كلام طبعا في محله. فريده اولا احنا بنقول ان هي هذه السباحه اللي اخرجتنا من الحاله اللي احنا فيها، احنا غرقانين في المشاكل. كانت السباحه خرجتنا من هذا الغرق الفظيع اللي احنا عايشين فيه في الكره المصريه والرياضه المصريه بشكل عام. لكن انا بتفق معاها في ان احنا بنحتفي قوي بالانجاز بعد تحقيقه، لكن احنا دورنا ايه؟ يعني لما اجي النهارده انا بقيت انا يعني مجهز نفسي ان انا اسالك انت رياضيه من الطراز الاول. اصل احنا دائما الانجاز بينسينا حاجات كتير. صحيح. هل هو نتيجه تخطيط؟ هل هو جهد ذاتي؟ هل هو الاسره ودورها بشكل اساسي؟ هل هو التكاليف اللي بتتحملها الاسره من اجل بناء بطل؟ نعم. ولا ده شغل دوله؟ يعني ده بيبقى مهم جدا. لما تيجي فريده النهارده في بطوله العالم في المجر وتاخد الميداليه البرونزيه في سباق 50 متر فراشه وتهدينا لاول مره في تاريخ السباحه المصريه ميداليه عالميه. نعم. اعتقد ده بيجي على الكل او بيفرض على الكل ان يهتم بالسباحه بشكل كبير. نعم. في يوم من الايام سنه 2004 يا كابتن منى كرم جابر اهدانا ذهبيه المصارعه. نعم. وبعد ذلك اختفى كل شيء بكل اسف، ولم نستثمر هذا الانجاز بالشكل الصحيح. الان نحتفي بفريده وانا منحها 250 جنيه و 250,000 جنيه ونطلق اسمها على مجمع السباحه في مركز شباب الجزيره، وكل هذا جميل. ولكن السؤال الاهم يبقى كيف نستثمر هذا الانجاز في الاستعداد الجيد لاولمبياد طوكيو 2020. وماذا سنقدم لفريده يعني؟ بالظبط، هي ادتنا الفرحه، ادتنا الانجاز، ادتنا الميداليه. المهم بقى احنا نديها ايه وناخد بايدها ازاي عشان نوصل لذهبيه ان شاء الله في الاولمبياد، إن شاء الله. وتبقى فعلا لاول مره في تاريخ السباحه نحصل على ميداليه ذهبيه في هذا النوع من الرياضه. يا رب ان شاء الله. ولو ان المنافسه في السباحه في الالعاب الاولمبيه صعب بكثير اقوى كتير من بطوله العالم. اكيد. نعم. اكيد بقى تحدي اكبر بكتير، لان هو فعلا خلاصه السباحين في العالم. وبعدين هنا التحدي الحقيقي والتحدي البشري في الاولمبياد، الانسان بيتحدى نفسه، يتحدى قدراته. اعتقد فريده لو احنا حطينا لها يعني برنامج اعداد جيد ومشاركه واحتكاك بطولات كبيره في الفتره الجايه، ممكن قوي تمنحنا فعلا ما نتمناه في الاولمبياد باذن الله. نعم ان شاء الله يا رب. نروح بقى من فريده عثمان لنيمار اللي قالب الدنيا ومش مقعدها، وهاخد العنوان ده من جريده الاخبار. قطر تدمر الميركاتو الاوروبي. بعض وسائل الاعلام وبعض التحليلات لمحت الى ان قطر كانت بتستميت على هذه الصفقه. طبعا باريس سان جيرمان معروف هو مملوك لمين؟ ملكيه قطريه. صحيح. وبتسعى لايه بسبب ظروف ايه؟ البعض ربط بين وضع قطر السياسي في هذه الفترة وبين إصرارها على إتمام صفقة نيمار وانتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. هو أنا أقول لك حاجة صغيرة، هي اللي قطر بتلعب بجناحين، جناح الرياضة وجناح الإعلام بشكل أساسي. الرياضة تكاليفها عندها ميزانيات مفتوحة زي الإعلام بالظبط. يعني هي عارفة إن هي دولة عدد سكانها قليل، تأثيرها المفروض مش قوي، ولكن ممكن أو تأثر بالشقين دول، بالرياضة وبالإعلام. النهارده لما يجي تشتري باريس سان جيرمان وهو يعني نادي العاصمه الفرنسيه والاشهر انديتها على الاطلاق الان، رغم انه خسر بطوله الدوري السنه دي. لكن بشكل عام هي فعلا كان في استماته كما ذكرت حضرتك في امام هذه الصفقه اللي عامله هزه عنيفه على مستوى العالم. ليه بقى؟ نيمار لما راح من سانتوس البرازيلي الى برشلونه سنه 2013 كان العقد لمده 5 سنين. نعم. وطبعا هم عارفين انه لاعب جاي فايز لقب احسن لاعب في امريكا الجنوبيه 2011 و2012. بالتاكيد العين هتبقى عليه ويبقى فعلا مطلب مهم لمعظم انديه العالم. فعمل شرط جزائي مهم قوي في العقد، ان هو لو حاب يغادر كاتالونيا ونادي برشلونه عليه ان يدفع 222 مليون يورو.
الرقم رهيب، يعني رقم غير عادي. انك يكفي ان تعلمي ان بوجبا الفرنسي لما غادر يوفنتوس الى مانشستر يونايتد كان اغلى لاعب في العالم ب 105 مليون يورو. النهارده ما بتتكلم في شرط جزائي 202 مليون يورو، ده انت كده ضعف الرقم وزياده. صحيح. وصفقه جاريث بيل قبلها الى بالظبط. ريال مدريد، ارقام مش وكريستيانو رونالدو الى ارقام ريال مش مدريد. طبيعيه. انت في ظهرت في هذه الازمه تعبير اللي هو يعني المال الحرام زي ما بيقولوا، او صحيح، او المال غير النظيف يعني بشكل عام. لان لما تدفع كل هذه الارقام وازمه كبيره بين رابطه الليجا والرابطه الفرنسيه لكره القدم. رابطه الليجا كانت رافضه تماما اتمام هذه الصفقه. الرابطه الفرنسيه كانت عامله دعم غير عادي للبي اس جي على اساس انه يتم هذه الصفقه، لانهم عارفين نيمار لما يتحول الدوري الفرنسي هتزيد قيمه المسابقه بشكل كبير. صحيح. الدوري الفرنسي بيحتل المرتبه الخامسه على مستوى العالم بعد الفرنسي وبعد عفوا الايطالي والالماني والاسباني والانجليزي. هو الخامس. يعني هم عارفين كويس قوي ان هم عايزين يبقوا في الواجهه زي الدوريات الاخرى. النهارده بالتحديد قبل ما اجي البرنامج يا كابتن منى، اولا حسمت هذه الصفقه. الجماعه في باريس سان جيرمان دفعوا المبلغ وبرشلونه استقبل هذا المبلغ. الممثل القانوني للاعب لنيمار خلص الصفقه، ونقدر نقول انتهت فعلا. وان الرابطه الاسبانيه قالت ان لو برشلونه قبل هذا المبلغ واستلمه احنا لا نملك غير الموافقه في نهايه المطاف، لانهم كانوا عايزين يصعدوها للاتحاد الاوروبي ويعملوا ازمه كبيره. لكن اعتقد ان كده الصفقه وصلت الى نهايتها. نيمار بكره بيعلن رسميا من داخل باريس سان جيرمان انه لاعب باريسي. من تور ايفل، من برج ايفل، يعني رمز باريس، وخدوا اذن انه يعلن عن الصفقه. شغل غير طبيعي يعني، طبعا ابهار، هي كلها ابهار في ابهار. وبعدين يوم السبت بيلعب اول مباراه وديه مع باريس سان جيرمان، وتحس ان المساله مترتبه وحفاوه غير عاديه. ولكن احنا بنقول فعلا يعني كره القدم الى اين؟ هذه الارقام الغير عاديه وهذه الصفقات الغير عاديه. النهارده ابن محمد بيسال سؤال كان مهم قوي، امال لو ميسي كان دفع فيه كام؟ يعني نيمار كده او كريستيانو رونالدو. يعني فعلا احنا داخلين في ارقام فلكيه تتجاوز كتير، يعني حتى لاعب نفسه، لان مش منطقي خالص هذه الارقام. لكن هو بقى استثمار، بقت بيزنس عالي جدا. هم عارفين بالتاكيد، حاطين خطه الاستثمار بشكل كبير. في يوم من الايام لما مارادونا راح نابولي ودفع فيه 13 مليون، الناس كلها بقت عماله تقول لا نابولي اتجنن، يعني ازاي يجي مارادونا بهذا الرقم؟ خلال سنه اتعملت بتاع ده الاشتراكات السنويه لحضور المباريات. الناس كسبوا هناك مثلا قول 13 منهم عملوا 20 مليون. فهو استثمار وبزنس، واعتقد ان يعني فعلا هي نقطه تحول في القيم الخاصه باللاعبين من خلال هذه الصفقه الكبيره. لكن التقارير الاقتصاديه بقى بتشير الى انه باريس مش في قائمة أغنى 10 أندية في العالم، وإنه هو ما عندوش ما يملكه لدفع مثل هذه الصفقة، وإنها تعود بأضرار عليه إذا لم يتم يعني توفيق أوضاعه في هذه المسألة، وإن الناديين أو الناديين الوحيدين القادرين على إتمام مثل هذه الصفقة مانشستر يونايتد وريال مدريد، لانهم الاغنى في العالم. باختصار شديد. وبعدين انا اقول لك حاجه صغيره، ارسن فينجر مدرب ارسنال لخص كل هذا المشهد في جمله واحده: عندما تقف دوله باكملها خلف نادي فكل شيء متوقع. يعني النهارده لما تبقى قطر ورا باريس سان جيرمان بهذا الشكل كان نوع من التحدي. وبرضه زي ما حضرتك اشرتي ان هي كانت رساله من قطر بانها لا تزال تقف على قدمها، وانها في الاخر ممكن او تعمل صدمه للعالم بمواقف معينه، وان الدنيا ما ضاعتش بالنسبه لقطر. لا بالعكس، هذه الصفقه خلاها في الواجهه تاني، والناس كلها تتكلم تاني عن قطر وعن ناصر الخليفي القطري رئيس نادي او صاحب نادي باريس سان جيرمان. واعتقد ان هي يعني فيها كتير سياسه اكتر ما فيها رياضه. حتى الراعي الرسمي لبرشلونه او الراعي الرئيسي برشلونه يعني شركه قطريه. بالظبط. فربما يحصل برضو نوع من توفيق الاوضاع في النقطتين. هو سبحان الله يا كابتن منى، انت عارفه من سنه 2003 انتقل رونالدينهو من باريس سان جيرمان الى برشلونه. دلوقتي الهجره العكسيه من برشلونه باريس سان جيرمان من خلال نيمار. ويعني الانديه الكبيره ما اعتقدش ان هي هتتفرج كتير لان على المشهد وتكتفي بالمشاهده، لان الانديه الكبيره دلوقتي بقى على اعلى مستوى. وناس مستثمرين، يعني شغل عالمي. يعني تلاقي مستثمر روسي مع مانشستر يونايتد، مستثمر كله داخل في كله بشكل كبير، وعارفين ان الرياضه فيها استثمار كبير. واعتقد ان يعني لا نبعد ان الفترات المقبله يبقى فيها برضه صفقات من العيار الثقيل.
خلينا برضو نقول انه من ضمن العنوان في جريدة الأخبار: رؤساء أندية العالم يدينون الصفقة المشبوهة. لكن زي ما ذكرنا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالظبط. قال انه ده شيء جيد، خبر جيد، وانه الدوري الفرنسي هيبقى له جاذبيه اكبر. وزير الماليه كمان الماليه قال سعيد عشان الخزانه هتنتعش. الفلوس بشكل اساسي يعني. لكن ده برضو يخلينا يعني نشوف اوضاعنا. يعني في كتير بيتكلموا من ناحيه الاجور اللي بيتقاضاها الرياضيين، لاعبين، مدربين، اللي بتصرف على هذه الامور الرياضيه واللاعبين. لكن مساله انه في ضرائب بتعود للخزانه العامه مش واضحه للجميع، ودي عامله مشاكل كتير. يعني انت عارفه في صفقه نيمار حتى ما بين سانتوس وبرشلونه، اعتقد ان عملت ازمه كبيره بخصوص الضرائب، وكان متهم فيها فعلا ان المساله فيها فساد بشكل كبير، وورط فيها رئيس نادي برشلونه وابو نيمار واطراف كتير. كانت فعلا في الفضيحه. بالنسبه للارقام، انت حضرتك في الفصل قلت لي ان البنات اللي كسبوا بطوله القاهره في النادي الاهلي قالوا لك يعني يعجبك كده المكافاه 300 جنيه. 300 جنيه قلت لهم احمدوا ربنا، انا لما خدت بطوله القاهره وانا بلعب تحت 14 سنه خدت 17 جنيه. كويسين قوي، انتوا واخدين الضعف، يعني ضعف الضعف يعني. لكن انا اقول لك حاجه صغيره، تخيل نيمار ان مع هذه الصفقه بياخد 30 مليون يورو في السنه. انا بقول بس البنات على الله ما يسمعوش هذه الارقام، يعني خليهم بس يرضوا بواقعهم، وان في النهايه ان شاء الله ال 300 تبقى اكتر بكتير كل ما هيحققوا بطولات ان شاء الله. نعم. بس ايه رايك في المكافاه بتاعتي؟ لا فظيعه، ما 17 جنيه كان لهم قيمه برضه. صحيح. شوف اراء الساده المشاهدين. انا اول مرتب في جريده الجمهوريه كان 20 جنيه، يعني ما فرقتش كتير من ال 17 لل 20، ما فرقتش كتير يعني. معوض الاهلاوي بيقول احتراف صح، ولكن وجوده في برشلونه افضل. وبيتكلم على الاهلي، بيقول اتظلم من الحكم يا كابتن منى، له ضربتي جزاء صحيحتين في ماتش امس امام الفيصلي الاردني. شفت الاهلي ازاي بقى في البطوله العربيه بما اننا تطرقنا لهذه المباراه؟ هي رساله كده دخلتنا في هذا الملف. عموما انا في رايي ان الاهلي دفع فاتوره الحسابات الخاطئه، ما تعاملش مع البطوله دي بما تستحق. هو فجاه اكتشف انه مطالب ياخد البطوله، اخد من الاول. حسام البدري رافض المشاركه، كل الناس عارفه هذا الكلام. انتقب المهندس محمود طاهر في مصر الجديده، اقنعه وقال له ما يصحش يجوا لنا ضيوف عرب في بيوتنا واحنا نسيب بيوتنا ونغادرها ونتركهم البيوت، لانهم جايين عندنا. ازاي هم يبقوا عندنا واحنا ما نلعبش سواء اهلي او زمالك؟ نعم. البطوله عشان كده خدت خلاص. حسام غادر المكان وراح كندا وبالصف الثاني، وشيل الليله يا احمد يا ايوب. الدنيا ماشيه كده بالراحه يعني. صحيح. الخساره الاولى وحطت الاهلي قدام الفيصلي، حط قدام الاهلي تحت ضغط، وفجاه كسب ماتشين. لا ده احنا كده ناخد البطوله وناخد 2 مليون ونص مليون دولار حلوين، او 45 مليون جنيه. نعم. لا يستاهلوا بقى الاساسيين اللي احنا مريحينهم قوي يرجعوا ويشيلوا القصه في النهايه ويدونا البطوله. كل هذه الحسابات المرتبكه، لان ما فيش رؤيه واضحه من الاول، اعتقد ان الاهلي دفع ثمنها في نهايه المطاف. يكفي ان لاعب زي عمرو بركات اللي موصلك لنصف النهائي ما لعبش خلاص ولا شافها في نصف النهائي، وبدات المسائل ندخل عناصر كانت بعيده عن جو البطوله على الاقل. يعني بيتفرجوا عليها زينا، فجاه كده تعالوا بقى كملوا المشوارات البطوله. كان صعب يعني. كان في علي معلول، كان في احمد فتحي، كان في عناصر كتير انت دخلتها في اخر لحظه على امل عبد الله السعيد، على امل بقى تنقذ الموقف في النهايه والتتويج. انا خلاص رايح ده ماتشين واخد البطوله يعني. لكن اعتقد ان لا، الحسابات كانت خطا، ومش قضيه كان يتكلم كتير عن التحكيم. الاهلي